شوف بقى، الحسيني اللي بعتك ليا من يوم ما كان شغال عندي وعارف اني احبش اخد البواقي. اللي بيشتري قماش بياخد التوب من اوله، واللي بيشتري قوطه بياخد من على وش القفص. فهمت؟ فاهم حضرتك. انت اسمك ايه؟ عاطف ربيع. بص يا عاطف يا ربيع، انا ليا نظام في شغلي، تخالفه يبقى ما تلزمنيش خالص. انا هدفع لك 5 جنيه زياده عن سعر السوق في الصوره اللي تعجبني، بس بشرط ما تروحش لحد تاني. الصوره اللي ما تعجبنيش انت حر فيها. نفس طلبات الاستاذ الحسيني. ما هو اتعلم هنا. واضح ان حضرتك مدرسه، انا تحت امرك. يبقى متفقين. بس انا ليا طلب عند حضرتك. قول. اسمي يتكتب تحت كل صوره بصورها. حقك، وانا كنت هعمل كده من نفسي، بس يكون في علمك الشغل معايا حسب شروطي انا. لا مؤاخذة يا أستاذة. نعم. الفنانة ناهد جلال على التليفون، ودي رابع مرة تطلب حضرتك. حوليها، انا عارفه هي عاوزه ايه. حاضر. ناهد جلال نجمه الاغراء. هو في ناهد جلال غيرها؟ دي افلامها مكسره الدنيا. حبيبه قلبي المتألقه على طول. ازيك يا ناهد؟ اي اخبار حلوه تخصك انا جاهزه، واخده على خاطرك مني. هو انا اقدر؟ مش عاجباكي؟ انا بنشر الصور اللي موجوده عندنا، بعتيلي الصور اللي تعجبك وانا غرق المجله بيها. ده انا اتمنى، ده انا بوزع بيكي يا نجمه النجوم. مع السلامه يا حبيبه قلبي. هو انا ينفع اصورها؟ لسه بدري عليك، وبعدين دي قبل التصوير بتحتاج شغل كتير، كوافير وماكير وكم شغلانه تانية. انا كنت فاكر ان انا ممكن اصورها تخطيفي كده، يعني على الطبيعه. طبيعه دي راح زمانها خلاص. زي ما قلت حضرتك مدرسه، وانت بقيت تلميذ فيها، على الله تفلح. ان شاء الله هبقى عند حسن ظن حضرتك. استاذن. مع السلامه.